السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ هنعمل صينية أمامة أو جلاش باللحمة. احنا بنسميها أمامة أو جلاش باللحمة على طريق جدتي وأهل زمان وحلاوة أهل زمان. هنعمل الجلاش المورق الجميل بسم الله ما شاء الله. وقبل ما نروح على شرح الفيديو يلا بينا لايك، اشتراك، تفعيل الجرس، ويلا هتعجبكم كده نمشي مع بعض كده خطوة خطوة على شرح الفيديو. يلا بينا. طبعا هنا هنحضر صينية هي وهنحضر بصلتين مفرومين وهنعمل نص كيلو لحمة. هنعمل أحلى أمامة بالجلاش مورقة جميلة جدا. هنا بنشف بس الصينية هي زي ما احنا شايفين. هنحط ايه الأول؟ نص كيلو كده لحمة من عند الجزار، لحمة بلدي. هنحط الزيت اهو، زيت ذرة اي حاجه عندك، معلقتين كده بس، معلقتين. وهنحط اللحمه ولازم تعلي النار عليها، مش هنحط البصل دلوقتي. طبعا هنا لو اللحمه دسمه مش هنحط لها الزيت، مش دسمه هنحط لها بس معلقتين زيت ذره، معلقه سمنه، اي حاجه. هنا عملت طبعا البصلتين عليهم فلفل وهنحط لها نص معلقه سبع بهارات، اللي هي سبع بهارات. طبعا بنديلها نار عاليه علشان تنزل الميه كلها، نزل الميه كلها اللي فيها. وبعد كده هنقوم ساقطين عليها البصلتين مفرومين كده حلوين كده، وعليهم البهارات بس اللي هي سبع بهارات دي بتضمن البهارات كلها. والفلفل الاسمر ده حاجه مؤكده، الفلفل ده حاجه مؤكده. وهنقلبها مع بعض. طبعا نديلها نار عاليه عشان البصله معاها تتحمر. نحطش البصله في الاول، لا لازم نحط الاول لو كانت اللحمه دسمه ما تحط لها الزيت، ماهيش دسمه نحط بس معلقتين زيت كده. وهنمشي مع بعض خطوه خطوه وهنعمل احلى صينيه جلاش بالرقاق بسم الله ما شاء الله مورقه زي عمايل جدتي، عمايل زمان. طبعا عندي قالب اهو تدهنيه يعني من الجناب كله سمنه. طبعا هنا حضرت السمنه طبعا في بوله زي ما احنا شايفين كده اللي احنا نستخدمها بالفرشه. وهنا طبعا اللحمه المفرومه طلعتها هي، لازم تطلعيها ناشفه لان عشان بس لو طلعتها فيها ميه فممكن تبوظ لك الرقاق. فهنمشي مع بعض. وعندي لفه جلاشه اهي، يعني يستحب ان انت تجيبي فيه جلاش، يعني ما تجيبيش اللي هو البواكي اللي هو عند السوبر ماركت، بيبقى ساعات متخزن فبيبقاش طعمه، بيبقى مزنخ كده، مبيبقاش طعمه حلو. فانت ممكن تروحي لاي محل بيعمل رقاق او كده ممكن تجيبيه من عنده سايب. فانا جبت نص كيلو من عنده هون، فبيبقى جميل. طبعا مش هفتح الجلاش لان الجلاش لو اتعرض للهواء بينشف بسرعه. فمع بعض كده هنعمل خطوه خطوه باذن الله. طبعا الجلاشه اهي زي ما انتم شايفين كبيره على الصينيه، فانت ممكن تاخديها تانية من هنا، يعني شايفه التانية اهي، تاخديها تانية بتبقى زي ما يكون، يعني نحط عليها كمان واحده وتبقى زي ما يكون اتنين. يعني انت شايفه، يعني ما تقطعيش، خساره ان انت تقطعيها. هناخدها بالتانية كده اهي، انما الطول مظبوط. طبعا خدنا التانية هي كأن اتنين معمولين اهم بسم الله ما شاء الله. اما بتجيبي الجلاش احسن من عند الفطاطري، بيبقى احسن من لما بتجيبيه من السوبر ماركت. جربت بتاع السوبر ماركت يعني الله يسامحه اداهوني مره مركون ومزنخ، فانا بجيبه دلوقتي اللي هو السايب بيبقى احسن كده. هندهن الجلاش السمنه اهو زي ما احنا شايفين، هندهنه يعني طقه هنعملها، يعني رقات كده هنعملها، كل رقتين هندهنهم اي سمنه عندك، زبده، اي سمنه اللي انت بتحبيها، مش شرط. طبعا مش مستحب ان احنا نعمل الزيت لان الزيت بيبقى له برده ريحه في الجلاش والحاجات دي. فيستحسن ان انت تعمليها زبده، سمنه، اي حاجه كده. احنا دهناها اهو. هنجيب الرقه الثانيه وهنعمل كده الرقات. بناخد طبعا الرقات كده، ما يهمكش ان لقيتي ورقه فيهم متقطعه، انت عارفه ان الجلاش ما بيستحملش، مش هتبان. شايفين منظر الصينيه وهي مدهونه. ولسه برده هكمل الرقات قبل ما نحط كل ده اللحمه. طبعا حطينا رقتين، ما يغركش ان الورق اللي متقطع ده ما بيظهرش وانت بتقطعيه. طبعا الورقتين دول اللي احنا هنحط عليهم اللحمه المفرومه ما تدهنهمش، لان اللحمه انتوا زي ما انتوا عارفين انها سمينه وكده، فهتنزل الزيوت عليها، فما فيش داعي ان احنا ندهنها سمنه. هننزل بس اللحمه كده. طبعا
زي ما احنا شايفين كده الجمال كده. انا مش عايزه اودي اللحمه المفرومه على الطروف عشان بس ايه لما تدخل الفرن ما تحرقش منك ويبقى المنظر مش حلو. لا، عايزينها كده في النص كده، بسم الله ما شاء الله عليها، يعني جميله جدا. ومش هقول لكم على ريحه السبع بهارات والفلفل، يعني السبع بهارات دي بتضمن البهارات كلها اللي عند العطار، فبتبقى جميله جدا. هنعمل ايه تاني؟ هنحط بقى الرقات التانية ايه على الوش. طبعا الورقتين اللي على الاخرانيين دول مش عايزينهم يكونوا ايه مقطوعين، لا عايزينهم يكونوا كده اسلام وحلوين. طبعا احنا هنعمل ايه بقى بعد كده بقى؟ انا المره دي هعملها بالشوربه، في بيعملوها ايه يعني باللبن، بس انا قلت المره دي ايه انا هعملها بالشوربه بطريقه جدتي، طريقه اكل زمان والرقاق بتاع زمان وحلاوه زمان وعيشه زمان والله. فانا دلوقتي هجيب السكينه وهنقطعها بالطول. يلا بينا هنقطعها قبل ما ندخلها الفرن من غير ما اسقيها اي حاجه، انا لسه ما سقيتش اي حاجه اهو. طبعا زي ما احنا كده شايفين انها اتقطعت، وهي انا لسه ما حطيتلاش اي شوربه ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. هتقطعها الخرطه اللي انت عايزاها كده. طبعا انا كنت مولعه الفرن وانا بشتغل، فايه الفرن لازم يكون على 200. هنحطها على الشبكه ان شاء الله كده، وهنحمرها تحمير بسيط، وهنعمل الخطوه اللي بعدها. طبعا الخطوه الثانيه هنجيب بطين، او يعني دول بطين صغيرين، لو عندك بيضه كبيره ماشي اوكي. وهنجيب ربع معلقه بهارات، 7 بهارات برضو، وهنجيب نص معلقه بيكنج باودر والملح، وهنجيب كوبايه ونص شوربه. خطوه خطوه مع بعض كده هنعمل. طبعا انا هنا حطيت زي ما احنا شايفين كده فلفل اسمر، بيكنج باودر، البطين هنحط لها نسبه ملح. طبعا لازم احنا ايه هنرج يعني هنخفق البيض لغايه عشان ما يعملش كتل مع الشوربه، او كنت انت تستبدلي الشوربه باللبن ما يعملش معاه كتل، فلازم تربيه ربه جامده، تخفقيه يعني خفقه كويسه. وبعد كده هنحط ايه كوبايه وربع كده شوربه، او عايزه تعمليها باللبن يبقى البديل هنحط كوبايه وربع لبن. لازم يبقى البيض كده زي ما احنا شايفين عشان لما تيجي تحط عليه اللبن او الشوربه. انا النهارده هعملها بالشوربه، انت بقى عايز تعمليها باللبن نفس الطريقه برضو، ممكن تستبدلي الشوربه باللبن، فما يحصلش ايه تكتلات فيها. لازم ايه تتربى ربه ايه جامده كده. هنحط لها بس ايه كوبايه وربع شوربه. انا هعملها النهارده بالشوربه كوبايه وربع، زي ما احنا شايفين كده تتربى ربه جامده. نص معلقه بس بيكنج باودر فيها، ربع معلقه 7 حبات اللي هي البهارات، ذره ملح كده حسب الحدقيه اللي انت عايزاها، الملح اللي انت بتستخدميه. فلفل اسمر طبعا زي ما احنا شايفين كده. خلصناها ضربناها اهي. هنحط ايه كوبايه الشوربه، وهنطلع الصينيه مش متحمره قوي، يعني مش متحمره قوي عشان لسه هتاخد السوي بالشوربه بالحاجات اللي احنا هنحطها له. طبعا انا عايزاها كده قبل ما نسقيها، مش عايزاها تحمر قوي، لا احنا لسه يعني يا دوبك بس ايه انها ايه انا مش مولعه شوايه ولا حاجه، انا عايزاها بس كده انها تحمر حاجات بسيطه جدا. هنحط لها بقى ايه الخلطه اللي احنا عاملينها. ده عملنا بتاع كوبايه وربع شوربه على البيض وعلى البهارات اللي احنا عاملينها وعلى البيكنج باودر وكله. هنرش بقى ايه على الصينيه، هنسقي بها الصينيه زي ما احنا شايفين كده. بنسقي الصينيه كلها اهي من النص كل الصينيه كلها. هيتفضل شويه كمان، لا هنحط ايه في اللي هم الشويه اللي فيهم البهارات دول ما تكبهمش عليها، ممكن نكبهم في الجناب اهي، في الجناب عشان ايه ما يخليش المنظر مش حلو. زي ما احنا شايفين كده هندخلها بقى الفرن، وهوريها لكم بعد ما تطلع كده السقه اهي. ولو فاضل هما طبعا مكان البهارات ومكان ده فبيبقى فيه ترسبات تحت، لا نيجي نحطها نقوم حاطينها ايه في الجناب، ما نحطهاش على الوش عشان المنظر ما يبقاش كويس. وبكده يا حبايب قلبي اكون انا خلصت احلى صينيه جلاش مورقه جميله مقرمشه من فوق وطريه من جوه. شايفين التوريق والجمال، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين الصينيه عامله ازاي بعد ما قطعت؟ اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ ايه الحلاوه دي، ايه التحمير الجميل ده. انا ما ولعتش عليها شوايه، لا انا خليت الفرن هو اللي حمر من فوق ومن تحت. بسم الله، لان الجلاش ما بيستحملش. بسم الله ما شاء الله يعني. وانا هقول لكم بقى على الريحه جميله جدا
شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. واقول لكم ايه؟ اقول لكم تعالوا اتغدوا معايا. يعني احنا من عشاق، احنا هنا يعني كبورسعيديه بنسميها امامه، فانتوا بتسموها جلاش باللحمه. ممكن بقى تعملي زي ما انا قلت لك اللبن، يعني الشوربه تضيفي مكانها لبن، يعني بتستبدلي مكانها لبن حسب ما انت عايزه. بس هنا عندي في البيت يعني ساعات بيحبوها باللبن، بس النهارده هم طلبوها مني بالشوربه لانهم بيحبوها بالشوربه. بس بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي.